جميلة جدا ردود الأفعال العربية لما بتتكلم عن النادي الأهلي في الأيام اللي فاتت، خصوصا بعد الفوز على جورماهيا الكيني، رغم ان طبعا الفرق كبير في المستوى بين الأهلي وبين جورماهيا، لكن الحالة الأهلوية وحالة الاستقرار اللي موجودة جوه النادي والتعامل الحضاري بالشكل المثالي لمسألة الكرة جوه النادي الأهلي بتدي يعني انطباعات للإعلام بشكل عام، سواء هنا أو في على الصعيد العربي، إنه يتكلم بشكل إيجابي جدا، وده اللي إحنا تابعناه. ومفيش شك إن دي حاجة كويسة، حاجة جميلة. ده في الوقت اللي كتير من الأندية اللي في مصر ما تزال بتبحث عن نفسها، وده برضه اللي بيتردد في الأيام اللي فاتت، وهو طبيعي جدا ومنطقي إنه يعني نتائج الأهلي وبطولات الأهلي في الفترة اللي فاتت بتدي مساحة برضه من الانبساط للشارع، سيبك من الأهلي والزمالك والعك ده، لكن بتدي انطباع زي ما بقول لشكل جميل، ناس بتتكلم عنه بره. ده في الوقت مثلا القطب الثاني في الكرة المصرية، الزمالك، ما يزال يعني بيدور على الشخصية اللي افتقدها من فترة كبيرة، سواء للمشاكل الكبيرة والتركة الفظيعة اللي شايلها مجلس الإدارة والديون الطائلة اللي عايزة يعني إمكانيات جبارة عشان تتحل، مرورا بقى بالراجل البرتغالي جوميز اللي حتى الآن بعد 7-8 أشهر لسه ما قالش حاجة. وأنا بعتقد إن جوميز، كنا بنتكلم عن شكل الأهلي وداخلين مع السوبر الإفريقي فبنتكلم على الاتنين، فواضح إن جوميز يعني مش حاطط هنا أو مش شايف، لأنه برضو يعني الزمالك فاز في كينيا على الشرطة الكيني، لكن العرض غير مقنع، الأداء سلبي، الشخصية مش موجودة. بتكلم على الاهلي والزمالك، الاثنين كانوا في كينيا، ورد الفعل الاهلاوي هنا والزمالكاوي هنا، ويهمنا طبعا ان السوبر الافريقي يطلع بشكل كويس، يبقى الاهلي كويس والزمالك كويس وكل الانديه الشعبيه كويسه. لكن جوميز على ما يبدو يعني مش ناوي يجيبها البر، وراجل ما بيستوعبش اخطائه، ما بيستفيدش من دروس اللي شافها، ما بيطورش في الشكل العام بحيث انك ممكن تبني عليه. وده اللي خلى الناس تتكلم حتى جوه اداره الزمالك انه في لجنه كوره وفي مدير رياضي، في حسن شحاته هيبقى موجود. ويعني اعتقد ان ظروف الزمالك دي هو في مأزق، لانه هو جوميز مش هيوفق، مش هينجح، في نفس الوقت هيخش الزمالك بقى في حكايه الفلوس والشروط الجزائيه والماليه والكلام الخزعبلي ده اللي بيجيب ورا. لكن مسألة انه فعلا النجوم الكبيرة زي حسن شحاتة، الاسماء الشهيرة الخاصة بالكورة، ويبقى في لجنة كورة، يعني نظام الكورة محتاج دخول ابناء نادي الزمالك شوية عشان يجي الوقت القريب اللي يحلوا فيه محل جوميز اذا مشي بنادي الزمالك بالتراضي، ده في حالة عدم توفيقه في المهام القليلة القادمة قبل الموسم ما يبدأ. وشكرا لحضراتكم.